فين احمد يا طه؟ ما عنديش علم يا استاذه. لا مؤاخذه، في حاجه؟ هو ما قالكش انه يطلع على اي حته قبل ما يجي الورشه؟ الصراحه ما قالش حاجه. طب لو كلمك او جه خليه يكلمني ضروري. نايم. يلا السلام عليكم. عليكم السلام. شرفتني في الافتتاح امبارح. الف مبروك يا معلم، عقبال الفرع السادس. هم 5، انا بتبارك ب5. اشتغل عليك يا معلم. حكايه معلم، هي الشهاده دي مش لافته نظرك لحاجه؟ شهاده تفوق. انا خريج ثالثه هندسه. هو في خريج ثالثه هندسه يا معلم؟ انت مش فاهمك، انت مش فاهمك، انا خريج ثالثه هندسه. حقك عليك، حقك روح عليك. يلا. موت. ايه يا ست الكل، صباح الفل. صباح الفل. ايه عمال اكلمك على تليفونك ما بتردش ليه؟ لا والله معلش، انا كنت بحاسب الواد ما سمعتوش. انت جاي عشان المانجا صح؟ ولا يا صاصه؟ منجد ايه بس؟ استنى يا محمود، انا جاي اسالك على احمد، ما تعرفش عنه اي حاجه؟ ما شفتوش النهارده؟ انا هشوفه على غار الريق ليه يعني؟ انا لولا نزل احاسب العيال ما كنتش نزلت قبل العصر. هو قال لك هيمر عليا؟ ما قالش، انا ما اعرفش اي حاجه عنه من صباحيه ربنا. والله انا فوت الا بالله، انا ما اعرفش عنه حاجه من ساعه ما كنا مع بعض كلنا في الافتتاح. طب بص، لو كلمك او عرفت عنه اي حاجه والنبي كلمني طمني، ماشي؟ انا يلا سلام عليكم. ان شاء الله خير. الكلام مش داخل دماغي. يعني معقول احمد كل ده كان بيضحك علينا وعيلته اصلا مش هنا؟ ولا الراجل ده بيقول لنا اي كلام عشان نمشي وخلاص ويستفرد هو باحمد لوحده؟ قلبي مش مطمن يا محمود، مش عارفه اعمل ايه. طب بقول لك ايه، عشان خاطري والنبي تعال ندور في اي حته تانية. اي حته تانية ايه يا بنت الناس؟ انت عارفه جرجه دي فيها كام قريه؟ ده ولا اسبوعين على ما نخلص ربعها. يعني هو انت عايز ايه يا محمود؟ عايز اسيب احمد لوحده؟ نسيبه ليه؟ ما احنا بندور واحنا سايبينه. استاذ منصور. يا بنتي منصور مين؟ ده منصور خال احمد، يلا بسرعه نلحقه. نلحق هنتهزق. يا عم نتهزق ليه؟ والله هو بسرعه. يلا يا حاج شرف، يلا بينا. بسم الله. بسرعه. بسم الله. هو بيجري كده ليه يا محمود؟ عارف. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده بقى؟ ضاع منك يا محمود؟ ضاع مني هو ميداليه؟ ما كان ماشي قدامي. مش عارف تلحقه يا محمود، حرام عليك يا اخي. هنعمل ايه بقى؟ نتبخر. طب هنعمل ايه؟ مش عارف. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ يا نهار اسود! يا نهار اسود! بتضربني انا ليه؟ انا عارف. حسب راسك. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل؟ نهار اسود. ايه اليوم ده؟ الله، مالك يا بنت قاعده كده ليه؟ سايبانا بره وقاعده لوحدك هنا ليه كده؟ وحشتيني وانا ما وحشتكيش ولا ايه؟ وفر يا اخويا الحب والدلع ده للعروسه. وغلاوتك ما هيحصل. ازاي؟ هتقف قصاد امك ولا كالعاده حاضر ونعم وهلاقيك داخل عليا بالعروسه في ايدك؟ امي دي غلبانه، ربنا يشفيها ويعافيها. وبعدين كلمه حاضر ونعم بتريح. بحبك يا بنت. وانا بحبك يا محمود، وانت عوضتني عن كل حاجه في حياتي. طب ايه بقى؟
اضحكي وافردي وشك، خلي الدنيا تنور. ايه يا جد، ده انت كل مره هيجيلك دش. حظي حلو بقى، اعمل ايه؟ ايه ده؟ ازاي؟ ما تيجي تلعبي معانا يا ماما؟ معلش يا حبيبي، عندي شغل لازم اخلصه. حبيبتي ريحي نفسك شويه، بقالك اسبوع ما بقى عينيكي في الكتب. والله يا بابا ما ينفعش، لازم ابقى مستعد. مش هدي الفرصه ابدا ان سوسن تعمل عليا رئيسه. يا رب يا ساتر. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل يا ابني. ازيك يا عم صلاح، عامل ايه؟ ازيك يا محمود؟ بيت عامل بيتك، إيه؟ اتفضل يا حبيبي. ازيك يا عيال؟ حط ياض الحاجه وروح. حاضر يا باشمهندس. ايه الحاجات اللي انت جايبها دي يا محمود؟ ما تخافش، انا مكفيه بيتي. خلاص اشتغلت عند سوسن في المكتب، واول الشهر هاخد قبضي، فملهاش لازمه كل الحاجات اللي انت جايبها دي. حول ولا قوة الا بالله. الله يرحمك يا صاحبي. صاحبك مين اللي مات؟ عشم صاحبي مات وشبع يموت لما تكلميني بالطريقه دي. احنا برضو بينا الكلام ده. العيال دي عيالي زي ما هم عيالك. اقول لك على حاجه، اوعي تاكلي حاجه من الحاجات دي، الحاجات دي العيال بس. يا ليلى عندها حق، بس احنا مش هنكسف محمود. مش اخبار عن احمد؟ بتلعبوا ايه يا عيال؟ طول. صح، طاوله. انا اللي مش واخد بالي. مين اللي غالي؟ جدا. طب بقول لك ايه، سيبهولي انا هغلبهولك. يلا بينا. انا تعبان، انا تعبان. تعالى العب انت مكاني وانا هروح اشوف الدواء بتاعي. اجي اساعدك يا بابا؟ ربنا يخليك يا ليلى، خليكي. على مهلك. ماشي. تلعبوا بايه، ابيض ولا اسود؟ اسود. ماشي خلاص، يبقى الرصه صح. اتفضلي. ها، ليديز فيرست. ارمي. الله، وش من اولها روحته بدري قوي. ايه 5 و6. يلا يلا العب. ماشي. يلا لسه هنا انا اهو. حظنا حلو قوي. لا دور انا بقى، انت هتلعب كل الحاجات. والله كان يوم حلو قوي يا محمود. ها، ايه الاخبار؟ مالك قعدنا كده زي قرد قطع؟ ها، اقول مبروك؟ والزغراتي كمان يا معدوله، كلها كام شهر ونكتب الكتاب ونعلي الجواب. عروسه انما ايه، خرطها الخراط والدقلج مات. يما حرام عليك يما. مش كفايه واخداني منها عشان تجوزيني واحده تانية؟ يما غلبانه والمصحف. ايه ده؟ بس انت بتعملي ايه؟ بوصل لك الاوضه انت والعروسه الجديده يا اخويا. يا بنت عروسه مين؟ انت الكل في الكل. طلقني يا محمود. هطلقك؟ تقوليها عادي كده وانت معاشراني وعارفه طبعي، وعارفه ان اللي بيمشي من حياتي ما بيرجعلهاش تاني. كنت فاكره ان عمرك ما هتيجي عليا ولا تقهرني. معاش اللي يقهرك يا بنت. انا عمري في حياتي ما فكرت ان انا ممكن اخلف من واحده تانية غيرك. انا بس كل الحكايه ان انا نفسي فؤاد يشيل اسمي. نفسي اما انا اموت اسمي يعيش. ماشي يا اخويا، وانا مش عايزه احرمك من حاجه انت نفسك فيها، بس سيبني في حالي بقى. ما اقدرش يا بنت، ما اقدرش اسيبك. انا لو سبتك اموت يا هبله. طب اقول لك على حاجه، وعد بيني وبينك، انا لا هاخد خطوه في حاجه ولا هعمل اي حاجه في الدنيا دي الا بعد مباركتك وموافقتك. ها قلت ايه؟ روقي بقى. هاتي راسك، فك بقى يا بت. شيل الحاجات دي رجعيها وشيل الشنطه دي فوق.
شوف لنا حاجه ناكلها. يلا. نفسي ابقى مهندس على حق، مش معلم واقف في محل عصير. فضلت ورا حلمي واذاكر وادح لغايه ما جبت المجموع اللي يدخلني الكليه. بعد كده عملت حاول وقعدت اتشقلب لابويا عشان خاطر يرضى عليا. كان مقاطعني عشان ما سمعتش كلامه. شويه وتعب، نزلت اقعد جنبه، الله يرحمه توفى. مبقاش في قدامي اي حل غير ان انا اضحي بحلمي وامسك شغل ابويا والمحلات عشان خاطر فلوس ابويا واخواتي وامي. بعد كل ده مش من حقي يبقى لي عيل، حته عيل يورث ده كله. بلاش يا ست يورث، عيل اتسند عليها مبطل. لا طبعا يا محمود، من حقك اكيد يبقى لك عيل، بس هتلاقيني اتسندت عليك اهو. وايه اللي حصل؟ اوعي تفتكري ان انا حيطه مايله، ده انا جبل والكل قاعد على ظهري. يبقى قرر قرارك بقى يا ابن الناس، يا تقف جنبها وتسندها بجد، يا تبقى لا مؤاخذه بقى ندل وواطي، وساعتها بقى ما تعمليش دور الضحيه تقول انا شايل جبل فوق راسي. انت ما بتكلمنيش انا يا ليلى، انت بتكلمي احمد فين. وعلى فكره بقى، احمد مش قليل الاصل، احمد اصيل وابن اصول ومحترم ومتربي، وهيرجع قريب بامر الله. انت تعرف حاجه يا محمود؟ انت مش قلتي انه بعت فلوس؟ طالما بعت فلوس يبقى انتوا لسه في دماغه وبيفكر فيكم. طالما لسه في دماغه يبقى اكيد راجع قريب بامر الله. لا والله. يا محمود بعت فلوس، بعتها بعد الهنا بسنه. على فكره انا نفسي احمد يرجع اكتر منك مليون مره. اوعى تفتكر ان هو سهل عليا ان انا اصحى من نومي وامد ايدي جنبي عشان اطمن على جوزي ولا اختفى. اختفى هو وال10 سنين عشره. احمد مشي وسابني وفي رقبتي 3 عيال شايلاهم لوحدي وبطولي. هو الواحد في الدنيا دي كلها عارف انا شايله ايه وعارف ظروفي عامله ازاي. وامر الله هيرجع، وبامر الله كل الايام دي هتتنسي والايام الحلوه كلها هترجع. يا رب يا محمود. بس انت دور كلامي تاني في دماغك بخصوص تهاني. ربنا يكتب لكم الخير ويبعد عنكم اي شر يا رب. ربنا ييسر الحال ان شاء الله. محمود يا شرشر، لو فاكر ان انت تفضل هربان مني اقول لك ان انت اهبل. هجيبك انت وهو واديني لازمك. ازيك يا أمه؟ الحمد لله يا حبيبي. اعمل لك قهوه معايا؟ لا يا حبيبتي كتر خيرك. قعدتك طولت يا محمود، مالك يا ولا فيك ايه؟ ايه يا أمه؟ زهقت مني ولا ايه؟ حد يزهق من روحه. فاكر يا محمود اما ابوك قام عليا وحدفني بالجزمه في وشي؟ وقتها كنت ابن 14، لكن اسم الله عليك وقفت له ولا ما اكون في ال30، شخطت فيه وقلت له ازاي تعمل في امي كده؟ دي جزاتها انها شايلاك وشايلانا. ما خفتش ولا كشيت من ايد ابوك الطرشه، ورغم ان حالتي ما كان يعلم بيها الا ربنا، لكن زغرطت من قلبي. فرحت ان انا خلفت الراجل على حق. وفري كلامك يا أمه. ابنك هيعيش راجل ويموت راجل. ما هو ده المشكل، جدعنتك بتطمع الناس فيه. احمد ولا مش عارفه اسمه ايه ده من ساعه ما طلع لنا في المقدر وانت شايل همه ومصدر له في الشغل والجواز، ولو انه طلع خسيس وواطي ما يستاهلش. فك نفسك منه واخلص من المصيبه السوداء اللي انت فيها دي. يا ست الكل، احمد ده صاحبي، وبعدين يعني لو مفيش حد في الدنيا دي بيغلط ما كانوش حطوا فوق القلم استيكه وانا وقعدت اقف جنبه. يرضيك ابنك يخلف وعده؟ تحجنن يا ولا، وعد ايه اللي رابط روحك بيه؟ دي فيها محاكم وقضايا، وساعتها بقى هيسيبوا اللي ذبح ويمسكوا اللي سلخ.
تشغليش بالك، بكره كل حاجه ترجع لاصلها. اشربي انت قهوتك كده وروقي. دماغك ناشفه. ما بتردش عليا ليه يا اكرم؟ انا اللي محطوط في وش المدفع، ولو شايفني الصاحب الجدع معاك فانت لسه ما شفتش قلبة الوش. ضروري نتقابل وترسيني على الحوار، واعمل حسابك انا مش هستنى كتير. استاذ محمود ششر عايز يقابل حضرتك. خليه يتفضل. اتفضل يا فندم. اهلا 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 اهلا. ازيك يا محمود؟ الحمد لله. عامل ايه يا حبيبي؟ الحمد لله. اتفضل. ايه الاخبار؟ الحمد لله. منور. ربنا يخليك يا رب. معلش انا طبيت عليك كده يعني من غير لا احم ولا دستور. لا يا حبيبي، ده انت تيجي في اي وقت. تحب تشرب ايه؟ لا تمام، تسلميني يا استاذه كل ذوق. ايه استاذه دي؟ واحنا مش صحاب؟ وبعدين مفيش القاب بين الصحاب. ولا انت مش بتعتبرني صاحبتك؟ لا ازاي؟ ده انا يزيدني شرف. انا حتى والله وانا جاي كنت ناوي اجيب لك معايا قفص مانجا، بس قلت يعني لا ده وقته ولا مكانه. فاكر يا محمود لما كنا نطلع من المدرسة ونروح على محل الحاج شرشر ويشربنا بقى مانجا وقصب وكل حاجة ببلاش على حسك؟ الا فاكر. كانت ايام جميله والله، واصحاب زمان دول ما يتعوضوش. كان اخرهم شبين عصير. صاحب دلوقتي ياخد عمرك وفي الاخر يقول لك معلش. غريبة قوي الدنيا دي يا محمود. وانا صغيرة كنت دايما بقول ان احنا استحالة نفترق عن بعض، وادينا اهو بقالنا سنين ما نعرفش اي حاجة، ولو اني متابعة اخبارك. اخبار ايه؟ متجوز ومراتك ما بتخلفش وبتفكر تتجوز عليها. هو انت عرفتي الكلام ده منين؟ سوسن لما بتحب تعرف حاجة توصل لها. تمام. يعني هتعرفي تقفي مع ليلى في شدتها؟ قول كده بقى انك جاي عشانها. يعني بصراحة ليلى وعيالها أمانة في رقبتي لغاية ما أحمد يرجع بالسلام. انت عارف ان احمد مش هيرجع، ولو انت فعلا خايف على مصلحة ليلى قول لنا فين عنوانه واحنا هنوصل له ونوقعه. وأنا أعرف منين؟ أعرف منين أنا؟ ولو أعرف هسكت ليه أصلاً؟ كله بقى جاي عليا بزيادة قوي، حتى صاحبي نفسه الله يحرقه بقى والله الله يسامحه مطرح ما هو قاعد، استغفر الله العظيم. مصدقاك يا محمود، بس مؤكد تعرف اسمه الحقيقي. هو أنت عارفة إن ليلى في شدة وفي الكلبشات ولا إيه؟ عارفة ومش محتاجة توصية. أكيد مش هسيب واحدة شغالة عندي في المكتب محبوسة، وبعدين دي سمعة المكتب. تمام. ممكن أستأذنك بقى أتصل بيكي يعني أطمن عليها؟ تمام. ده الكارت بتاعي ورقمي الخاص في ظهر الكارت، مش بديه غير للقريبين بس. كتر خيرك، هرن عليك. معايا رقمك يا محمود. أصلاً؟ بس أنت طلعت طريق الأصل. ليه بس يا محمود؟ ليه؟ قلة أصلك وندالتك دي جابتني الأرض. أنا كنت عم العالم دي كلها. بسببك بقت عيني مكسورة قصاد ليلى وعيلتها، ده حتى أمي ومراتي بقوا مستصغريني. ندالتك صغرتني قدام الكل، ما بقتش بتشاف. ومين اللي قال لك اني مبسوط باللي حصل ده كله؟ انا ما كانش عندي اي حل قدامي غير اني اسيب بورسعيد، ارمي كل حاجه ورا ظهري، ارجع اشوف حياتي وشغلي. رجعت لقيت تعبان مستنيني اديله ظهري، والمره دي قرصته والقبر. لا 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 لا، عيالك ومراتك يا اخويا ما لهمش علاقه بجو التعابين والكلام الهبل اللي انت عمال تقوله ده. انت ايه؟ انت ما تفكرش الا في نفسك؟ ما فكرتش في الواد الصغير حته اللحمه الحمراء اللي لسه مولود ده، اللي مش عارف لنفسه اب ولا عارفين يطلع له شهاده ميلاد؟ ها؟ انا من كتر ما بفكر فيهم مش عارف انام. هتجنن عايز اشوفه، وخصوصا عمر. عمر ده طالع حلو قوي يا محمود، شبه ليلى. انا كنت عايز اجري واخده في حضني. يا اخي خساره في جتة اهلك، خساره في جتة اهلك. ده غيرك بيتنشأ على ضفر عيل واحد، مش سايب ثلاثه للدنيا تلطش فيهم يمين وشمال. اسمع يا ندل، الندالة عامله زي الرادار، بعد ما بيلقطك بيسيبك تكمل طريقك عادي، بس خلاص بتبقى الغرامه اتحسبت ومدفوعه مدفوعه.
وانت غراماتك في الندالة زادت قوي، ووقت الدفع جاي. انا مش هعرف اخدهم دلوقتي. وليد لو عرف انا كنت فين ال10 سنين اللي فاتوا هيفتح النار عليا وهلبس في حكم تاني. انت جنس ملتك ايه؟ انت ناوي تسيبهم لسه متشعلقين في الهوا؟ مؤقتا لغايه اما اجيب رجل وليد، ساعتها اقعد مع بريهان وافهمها واكلم ليلى اخليها تجيني هي والولاد ونعيش مع بعض في القاهره. هقاو ما بقيتش اكل يا اخويا من وعودك اللي هفق دي بتن، والعهد اللي بيني وبينك بح. واقول لك على حاجه كمان، انا ناوي احكي الليله على كل حاجه. لا فوق لنفسك يا محمود، انا مش احمد اللي خاف من ضله، انا اكرم هاشم اللي مستني امسحه من على وش الارض. هنا بقى يا استاذ محمود مكنه التغليف والتعبئه. المكنه الواحده بتقفل لها في الساعه يجي 6000 عبوه. 6000 عبوه؟ يعني كم عبوه في الشهر دي؟ ما تعدش يا استاذ محمود عشان ما تقلش بركتهم. سيدي باشا اتفضلوا. 6000 عبوه ايه ده؟ ده بقى يا استاذه سوسن مكنه التغليف النهائي للعبوه. ان شاء الله. شايف حضرتك يعني حافظ كل حاجه وفاهم كل حاجه. ما شغلتوش انت ليه طيب؟ هقول لك ايه يا استاذ محمود، ولادي يا سيدي عاملين مشروع في كندا ومتعثرين، فقلت ابيع المصنع عشان انقذهم. لا ربنا يفك دقيقتهم ان شاء الله. طيب مطلوب كام بقى؟ المصنع بالمكن 15 مليون. ايه ده؟ ايه 15 كتير قوي. 15 مش كتير يا استاذ محمود على المصنع بالمساحه اللي انت شايفها دي والمكن الجديد اللي كله من ايطاليا. ضيف على كده بقى رخصه تشغيل وساريه، يعني لو عايز تشغل المصنع ده من بكره تشغله يا استاذ محمود. طب بص هم 7 مليون جنيه كاش توتو على كبوت. ما ينفعش يا استاذ محمود، 15 مليون ما يقولوش مليم. خلاص نمشي توتو وروح انت بقى بالاقرع في سوق الطوارئ. يلا بينا يلا بينا. بقول لك صدقني مش هتلاقي حاجه بالسعر ده، انا دارسه السوق وعارفه يا محمود. ما هو انا اساسا لو دفعت ال 15 مليون مش هتلاقيني انا نفسي في السوق ده. انا لو دفعت المبلغ ده مره واحده هتضلع. ما هو انت هتاخد كارد وكلها كام شهر ونبدا التشغيل، بعدين انت هتعوضهم في مفيش. ما تجمد كده، امال عايز تبقى رجل اعمال ازاي يا محمود؟ يلا روح قول له موافق. كتير قوي. قول له موافق بس. طب بص عشان خاطر استاذه سوسن يعني هخليهم 10. ما ينفعش يا استاذ محمود. يا عم اسمع بقى عشان نمشي البيعه وخليك حلو كده. اقول لك على فكره جهنميه. حلو؟ هديك 10 مليون وادخلك معايا شريك ب1% مدى الحياه. كده يبقى هيوصل لك اكتر بكتير من 5 مليون اللي انت عايزه، بالفرق بس ان انا هدخلهم لك شقره في النار. ها قلت ايه؟ هقول ايه؟ موافق يا استاذ محمود. طب الحمد لله. الف مبروك. لا ثانيه واحده الله يكرمك بقى قبل الف مبروك. رسوم التسجيل والضريبه عليك. لا يا استاذ مفيش. لا ما خلصنا بقى. استبينا. حلو مبروك كده. مبروك. زي ما بقول لكم اخلص في المصنع ده بامر الله والخير هيعم علينا كلنا. مصنع حته واحده يا اخويا، ربنا يبارك لك ويخليك ويزيدك. يبارك لنا مش يبارك لي لوحدي. المصنع ده هيبقى بتاعنا كلنا زي ما كل حاجه بتاعتنا كلنا. هو احنا حالتنا ايه بس يا اخويا عشان نشاركك بيه؟ مش كفايه ان انت شايل همنا وهم عيالنا ومصاريفهم؟ عيالكم دول يبقوا عيالي، واي حاجه تامروا بيها رقبتي سداده. اخلص الاكل بس وادخل اجيب لكم من جوه اللي انتوا عايزينه. يعيشوا ويتمرمغوا في خيرك ويجعل عيالهم عكازك في دنيتك. امين يا رب. ويبعد عنك ولاد الحرام. منك يا سندريلا وتلقيحك. عارفك انا تقصدي مين بولاد الحرام؟ سوسن. سوسن بقى هي صاحبة شرطة المصنع والهلومة اللي جاي. تبقى شورى سودا ومطينه بطين وهتخرب بيتك. لا مش هتخرب بيتي. عارفة ليه مش هتخرب بيتي؟ عشان هيبقى بيتها. طب وتهاني يا اخويا، البت غلبانه ومنكسره. لا تهاني بقى ربنا يبارك لها مطرح ما قاعدة. من دلوقتي ورايح سوسن. لما بتجيب فريته قدامي بيركبني 100 عفريت.
لو دعيت عليها هجيبها الارض. ليه يا سندريلا؟ ليه تستهلكي رصيدك من الدعوات على الفاضي؟ ما انت كده كده هتسخريها وكده كده هتجيبيها تحت رجليك زي ما عملتي في تهاني. انت هتغلبي، تعدي يقدر عليك يا سندريلا. شمال يا شمال، شمال يا شمال، شمال. يلا كلي عشان تكبري وتدعي حلو. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الضيوف، الإخوة عمال المصنع، هذا المصنع الذي سوف يكون ملجأ لنا. ملجأ ايه؟ مين اللي كاتب الكلام ده؟ الناس دي الكلمات بلغتها. صلوا على يشفع فيكم. سلام. شوفوا يا اخوانا، المصنع ده بتاعنا كلنا، واحنا شغلنا ورزقنا واقف على تعبنا وشقانا وعرقنا. بالاخر كده اللي هيتعب معايا همنجهه، اللي هيخستع هروح يقعد في بيتهم، والشغيل على قفا من يشيل. محمود بيه راجل حقاني جدا، وانتوا بصراحه محظوظين قوي انكم هتشتغلوا معاه. اللي ما يعرفنيش، انا الاستاذه سوسن اللي ماسكه الشؤون القانونيه هنا في المصنع، وزي ما المساعد بتاعي قال لكم، اللي هيشتغل باجتهاد هيتثبت بعقد. يلا توكلوا على الله. خمسة وخميسة، اللهم صل على النبي. ربنا يجعلها عتبة الخير والسعد عليك يا ابن بطني. وبركة دعاكي يا ست الكل. خمسة وخميسة. تعالي تعالي يا سوسن. سحر اختي، شعنونة العيلة، رؤية بقى حبيبة اخوها الطيبة، اجوازاتهم، والعيال دي بقى عيالي قبل ما يبقوا عيالهم. منورين. محمود ما بيبطلش كلام عنكم طول اليوم. اللي ملوش خير في امه واهله يبقى ابن حرام. هو انت يا حبيبتي مش لفه ودايره؟ نعم. نعم الله عليك يا معدوله. البنات عايزين يشتروا شويه حاجات ليهم ولعيالهم. لفي بينا بقى في سوق مصر، خليهم يشتروا طلباتهم. سوق؟ مش هتيجي معانا السوق يا محمود؟ لا انا هروح انا اجرب العصير، وهاتي العيال بطاطس، بيحبوا البطاطس. منور يا حبيبي وانت بتخطب، منور. يلا نروح السوق بقى. يلا يلا. ازيك يا محمود؟ ازيك يا تهاني؟ عامله ايه؟ بصراحه كنت خايف لا تركبي دماغك وما ترضيش تيجي تقابليني. انا ما كنتش عايزه اجي الصراحه، بس يعني بعد ما سمعت صوتك في التليفون حسيت ان عندك كلام عايز تقوله لي. اسمعي يا بنت الناس، انا بصراحه من يوم ما عرفتك ومن يوم ما دخلت حياتي وانا ما شفتش منك الا كل خير. لولا يعني عملتك الاخرانيه دي هي اللي خلتني اشيل منك، بس ده ما يمنعش ان انا افضل برضه سندك في الدنيا. بجد يا محمود؟ والله العظيم كنت حاسه ان انت هتسامحني. انا والله العظيم قلت انت عمرك ما هتقسى عليا ولا تيجي عليا اكتر من كده. انا الدكتور قال لي على موضوع العمليه، وانا زي ما قلت لك سندك وظهرك في الدنيا دي، فيعني مش عايزك تشيلي هم اي حاجه. مصاريف انا هتكفل بكل حاجه. تعملي العمليه وتقومي بالسلامه، شوف لك ست طيبه تقعد معاكي وترعاكي لغايه ما تبقي فل الفل. لا كتر خيرك يا سيد الرجاله، شكرا. انا ولا عايزه فلوسك ولا عايزه شفقتك يا محمود. اقعدي اقعدي بالله عليك، اقعدي يا بنت وفهمي الكلام. انا خايف عليكي، العمليه دي مهمه. انت عايزه تموتي ولا ايه؟ ما هو الدنيا ملهاش عزا وانت مش فيها يا محمود، وانا مش هعمل عمليات وانت اصلا مالكش حكم عليا. طب لو على حكمي عليكي بقى هطلع بيكي على المأذون دلوقتي وبيوريني بقى هتعملي ايه. هات يا عم الحساب عشان نلحق المأذون قبل ما يقفل. ها؟ الدنيا دواره بصحيح. اتاريك انت اللي محتاج حد يسندك مش انا. يا اخي عمال اتخيل شكلك وانت بالحلاقه الميري، هيبقى تحفه. انت خلاص حكمت عليا اني مش هخرج من هنا خالص؟ اصلك لو خرجت من قضيه غسيل الاموال هترجع تاني في التزوير. اصلا انا نويت اشهد بكل حاجه من ساعه ما جيت لي من 11 سنه وقلت لي الحقني، لحد ما بنفسي وصلتك للعربيه اللي رجعتك القاهره تاني من سنه. طيب هو انت ليلى ما قالتلكش ان شهادتك دي ولا ليها لازمه من غير دليل؟
القاضي بيحس بالحقيقة لما بتتقال قدامه، خصوصا بقى لو الشاهد ده جاي يقول كلام بيورط نفسه بيه ومش بعيد يتحبس جنبك. الحق صوته عالي. والله يا محمود، والله دور الشر مولاي عليك خالص. انت صاحبي وقلبك طيب، انا عارفك. صاحبك؟ يا اخي صحوبيتك دي انا ما اتعلمتش منها غير حكمة هتفضل في دماغي لحد اما اموت. لا ميت من قبره بيقوم ولا صاحب في الدنيا بيدوم. انت عايز ايه يا محمود؟ اشوفك بالبدلة الزرقاء مسجون ومتهان ومتداس على دماغك بالجزم. افرض ان ده حصل، افرض. مين اللي هيدفع الثمن؟ ليلى؟ الولاد اللي هيفضلوا طول عمرهم عايشين من غير شهادة ميلاد؟ بيني وبينك يا صاحبي، أنا مش ضامن أطلع من قضية غسيل الأموال دي خالص. فبفكر يعني لو طلعت على ذمة التحقيق آخد ليلى والولاد وأروح أعيش في حتة محدش يعرف يوصل لها، كده أكون وفيت وعدي. يا سلام يا حنين، انت فنجراوي مش هتعمل اي حاجه. اقسم بالله هعمل لو ساعدتني. انا عايزك بس تقنع ليلى، ارجوك. ارجوك يا محمود. محمود يا حبيبي، الحمد لله على السلامة يا اخويا، الحمد لله على السلامة. محمود يا حبيبي، الحمد لله على سلامتك يا ضنايا. الله يسلمك. الحمد لله على سلامتك يا حبيبي. بركة انا رجعت بيتك بالسلامة. ما عرفتش مين اللي عمل فيك المغرز ده. واحد جاحد بيني وبينه عركه. كنت مطول بالي عليه بس خلاص بقى البادي اظلم. ربنا ينتقم منه يا اخويا، والله العظيم كنت نازله لك مصر مخصوص لولا بس امك حشتني. اسكتي يا تهاني اسكتي. كان بيني وبين الحجز فركة كعب. بسم الله. لولا سوسن الله يبارك لها هي اللي خلصت كل حاجه والله. وانا من امتى يا محمود بخسر قضايا؟ فما بالك قضيتك انت بقى يا حمودي. كتر خيرك يا حبيبتي. شكرا يا حبيبتي. هو انتي مش بقيتي كويسه ولا هتفضلي مستموتلنا فيها كده عشان تصعبي على محمود؟ انت مش عامله زي ام قوي وتحب الخراب. ما تقول حاجه يا محمود. هد النفوس ياما، هد النفوس ياما. انا راجع مش طايق نفسي وعلى اخر. اقول لك حاجه، انا هقوم استحمى وانام للاسبوع الجاي. طب يا اخويا هقوم احضر لك جلابيه. لا يا اختي هحضرها له انا. يلا يا محمود. يلا حبيبتي. لبسوها طرحه وقالوا عليها صالحه. انا سامعك ياما، ياما استنى اما ادخل وبعيد علينا. وانت شد حيلك، لو لقيتك لقمه طريه هتاكلك. حاضر يا خالتي حاضر. الف مبروك يا محمود. الله يبارك فيك. مبروك يا حبيبي. مبروك يا سوسن. الله يبارك فيكي يا حبيبتي. يا سوسن الف مبروك يا مرات اخويا. الله يبارك فيكي. هعمل لكم شربات. بركة ان ربنا رضاك وعوض صبرك خير. ربنا ينتعك بالسلامه يا سوسن يا حبيبتي، ويبعد عنك الشر انت واللي ببطنك قادر يا كريم يا رب. تسلمي يا طنط. العفو يا حبيبتي، العفو يا روح طنط يا حبيبتي. بقول لك ايه يا محمود، انت لازم تذبح يا حبيبي. النونة بس يشرف بالسلامه وانا اذبح عجول وخرفان وكله لوجه الله. وانت يا حبيبتي لازم تتقويتي عشان اللي ببطنك. لا ما انا هجيب فلبينيه بقى عشان تاخد بالها من شغل البيت والبيبي، ولا ايه رايك يا محمود؟ فلبينات ايه وزفت ايه؟ وده ينفع؟ ما يمكن ياما تبقى حاجه كويسه يعني. ما تشيليش هم يا خالتي. الف مبروك يا سوسن يا اختي. يا اختي انا هاجي معاكي لحد مصر اخدمك بعناية الاتنين لحد ما ان شاء الله كده تقومي بالسلامه. اصيله اصيله يا نبته طيبه من جدر طيب. ده انا عناية ليك يا محمود، وانا عندي اغلى منك يا اخويا. انت وام ابنك اخدمكوا بعناية. ادعيلي بس كده ربنا يطول في عمري لحد ما اشيل ابنك في حضنه ان شاء الله. وهو مين ان شاء الله هيسمح لك تيجي معانا القاهره؟ يعني وفيها ايه؟ يعني فيها ايه يعني واحده تبقى من دمنا وتخاف عننا زيها زينا؟ وبعدين بيني وبينك يعني موضوع الشغالات الاجانب دول لا بينفعوا ولا بيشفعوا. قصدك ايه يعني يا محمود؟ هو انت عايز تقهرني يعني وانا حامل؟ يا اختي معاش ولا كان اللي يقهرك، ده انت ست الستات هانم.
وانا هخدمك بعناية وان شاء الله اكون ضيفة خفيفة عليك. اختك تبقوا اخوات حلوين مع بعض. اصيله. شدوا حيلكم يا رجاله، كل ما الانتاج يزيد كل ما ينوبكم الحب جانب ان شاء الله يا معلم. معلم ايه؟ اسم الباشمهندس محمود، احفظها بدل ما احطك في المسطره. ايه المفاجاه دي يا ام شرشر؟ مين شرشر ده؟ ام شرشر، اصل انا ان شاء الله ناوي اسميه شرشر. الواد يجي يلاقي نفسه مشهور واسمه على علب العصير اللي مغرقه السوق. طيب نبقى نشوف موضوع الاسم ده بعدين. انا بقى يا سيدي عايزاك تمضيلي على الورق ده. ايه ده؟ ده محضر الجمعيه العموميه الغير عاديه اللي عملناه بشكل اسطوري علشان نضيف فيه نشاط تصنيع المربى. موضوع المربى ده طلع في الجول، مده صلاحيتها اطول من العصير. بتوع الصحه بقى اللي يجوا يقولوا لنا فاسده ولا يجوا يقولوا لنا منتهيه الصلاحيه ولا يتعبونا. عشان تعرف بقى يا سيدي اللي يمشي ورايا يكسب. طبعا. انا عايزاك تنزلي على الورق ده كله علشان الحق اروح بيه على هيئه الاستثمار قبل ما يقفلوا. ماشي، فاضل ورقه اهي. باي باي. باي باي يا ابن شرشر. ايه الحلاوه دي؟ اهلا اهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله على السلامه. ايه النور ده ياما؟ يعني كنت قولي لنا انك جايه وكنت فرشتلك الارض ورد من بورسعيد لحد هنا. بقى يا ناقص تسيب امك كل ده ما تشقرش عليها. اللي ينفعك رضاه يضرك غضبه. لو النبي في عرضي ده انا ماشي ببركه دعاك. وبعدين يعني انا كنت جاي لك بورسعيد النهارده. اهو سالت هاني. حصل يا خالتي، والله كنا لسه في سيرتك لقيناكي على الباب. بطلوا كدب انتوا الجوز. اللي يكذب نهار الوقفه يسود وشه نهار العيد. امال فين الشحروره؟ خرجت يعني عندها شغل. يا اخويا سايبها ترمح ولا همك اللي في بطنها. طب لو سقطت دي هتعوضوا ازاي ده؟ لا والنبي ياما، لا والنبي الله يكرمك تفي من بقك، ده انا اروح فيه. كل الحكايه يعني ان انا مش عايز ازعلها. وانت لما تستتها في البيت ايه اللي يزعل في كده؟ ولا هي عايمه على عم الستات الانت تنتن دول وومن اللي بنسمع عليهم دول؟ الله اكبر عليك يا اما، يعني ما شاء الله واعيه ودريانه بكل حاجه. الله اكبر. امال يا حبيبي مسقفه اكتر من اللي معاهم شهادات. طبعا. طيب يا جماعه، عايزين مني حاجه بقى قبل ما ارد على بورسعيد؟ او النبي يا انور يا اخويا استناني، انا هلم حاجتي وهاجي معاك. ترجعي فين يا معدوله انت هتفضلي قاعده معايا هنا ولا في اعتراض؟ يا لهوي يا نهار ابيض يا اما، انت بتقولي ايه؟ ده انا اسيب لك اوضتي اللي فوق دي وانزل ابات في حمام السباحه. هي الفيلا دي ما فيهاش دورة ميه؟ لا فيها يا خالتي، تعالي من هنا. على مالك. طيب انا هتكل بقى. ماشي يا حبيبي، توكل على الله. انت بقول لك ايه، قول لسحر وروايه هبعت لهم نصيبهم من ارباح المصنع بعد بكره ان شاء الله، حولهم لهم على حسابهم. تمام، ربنا يزيدك. ربنا يخليك يا حبيبي. سلام. نورك. الو يا سوسه، انا قلت اعرفك ان امي جت يعني عشان ما يبقاش في اي مفاجآت. يعني انت فين؟ طب ما تاخريش بقى. يلا سلام عليكم. وبعدين انتوا مالكم بحياتي؟ هو انتوا عايزين تتحكموا فيا وخلاص؟ ما انت قللت الربايه بصحيح. انا لو كنت بقف على رجلي كنت جبتك من شعرك. بنت يا تهاني اسفكيه علم على وشها. خلاص بقى يا خالتي ما يصحش. بقول لك اضربيها ما تخافيش، اللي يخاف من العرسه ما يربيش كتاكيت. محمود، امك مسلطه تهاني ان هي تضربني وعايزين يسقطوا الولد اللي في بطني.
والله يا اختي. انت بتضربني يا محمود؟ انت لسه شفت ده؟ تسرقيني يا بنت؟ واحدة زيك فاكرة انها تضحك عليا وتهرب مني المصنع؟ ده انا اتفرج عليا. اسمعي يا بنت، تتكلمي الزفت طليق ده دلوقتي حالا وتنزلي وترجعوا المصنع باسمي. خلاص ما بقاش في مصنع، زي الفيلا بالظبط، ما بقاش ليك فيهم اي حاجه، ويلا غرف 60 داهيه، اطلعوا من بيتي. فوقي نفسك، فوقي نفسك وما تغركيش طاقتك، انا مش هغلب واحده زيك. صلي على النبي يا محمود، الواد اللي بيسترجم الدنيا يا اخويا مش هتضيعه في لحظه غضب. يغور العيل اللي امه رخيصه وابداها جنيه. وحياه العيل اللي في بطني ده يا محمود لا تردك انت وامك في الشارع. يلا يا بنت بره. يلا في داهيه بلاش عرف. لوياني يا لوياني، الهي يبتليكي بنصيبه ما تلاقي حد ينجدك يا بعيده. طب بقى الهدوم قدم يا بنت. حسبي الله ونعم الوكيل. دول عايزين ولابين فم عشان ينضفوا ونلبسهم تاني. الحقنا يا ابني الحقنا، اللي ما تتسمى جابت شويه بلطجيه دخلوا علينا الفيلا وطاحت فينا زي البقره، اللي يمشي قدامها تعض واللي يمشي وراها ترفصه. افتحي يا سوسن يمين بيضة. وريني يا محمود هتعملها ازاي وانا اخلي رجالتي يطلعوك من هنا على نقاله. البوليس على وصول، والحق معايا والفيلا باسمي. انا جوه وانت بره. وخليني بقى يا حبيب قلبي اقول لك الجمله الشهيره بتاعت الافلام اللي كان نفسي اقولها لك من زمان. يبقى الحال على ما هو عليه. وغرفه 60 داهيه خد معاك الوليتين دول. انت بتقولي ايه؟ صلي على النبي يا محمود والنبي، مش هتودي نفسك في داهيه يا اخويا عشان واحده زي دي؟ انا اسكت لها، تعمل فيه كده اسكت لها. اهدى اهدى بس يا ابني. اهدى ايه؟ اهدى يا ابني هتوديك في داهيه، حسبي الله ونعم الوكيل فيها. يا بنت الكلاب. بقول لك ايه، خلي الناس دي معانا لحد ما نتاكد ان هم مشوا مش راجعين تاني. ما تخافيش، طول ما انا جنبك هو مش هيقدر يقرب لك. بالنسبه بقى اللي في بطنك ده هنخلص منه امتى؟ قريب هكلم الدكتور واخد منه ميعاد واشوف لو مفيش اي خطر عليا هعمل عمليه في ساعتها. يا مسهل. الو. ايوه يا بنتي، بقول لك ايه، انا مش هاجي المكتب اليومين دول خالص. كلمي فاروق خليه يعدي عليا عشان عايزه اديله اوراق القضيه بتاعت عماره المناخ. ماشي؟ يلا انا هجهزهم له لحد ما هو يجي لي. باي. بقول لك ايه، مش ناوي تديني وصوت الامانه وورقي انا كمان؟ انا موتي وسمي اني اعيد الكلام مرتين، فما بالك بقى بعيده للمره ال10. قلت لك نبيع الارض، اقبض الفلوس، هقطع الوصلات، وصلت ولا ما وصلتش. وعايزاك تريح نفسك بقى خالص، الوصلات مش موجوده عندي هنا. تمام؟ وبعدين يا حبيبي انا وانت مصلحتنا واحده. تمام؟ من النهارده المصنع ده بتاعي، وانا اللي مسؤوله عن كل حاجه فيه، والكلمه كلمتي. ايه؟
انا شايفه ان الكلام مش عاجبكم. والله لو الكلام مش عاجبكم انا عندي الباب يفوت جملين مش جمل واحد. احنا ما فتحناش بقنا اصلا يا استاذه. هو الباشمهندس محمود خلاص كده مش راجع تاني؟ راجع. الباشا اللي ملوش بديل رجع، والخسيس اللي ملوش تمن هيترمي بره. كل واحد فيكم يروح على شغله. رجاله انا هصرف لكم مكافأة رجوعي لمكاني. الهي ربنا يكرمك، ربنا يعلي مراتبك يا رب يا باشمهندس. يلا على شغلكم يا رجاله. انا ما حبيتش اطلعك كداب قدامهم ولا خليتهم يحتفوك بره المصنع. ايه رايك تطلع بكرامتك احسن بره؟ يا انتي ليلة امك طين على اللي عملتيه في امك ده. انا ترمي اهلي في الشارع؟ قسما بالله انا لولا ان انتي لسه على ذمتي وابني لسه في بطنك كان زماني عصرتك قدام العمال. العمال دول بقوا رجالتي خلاص، واللي مش هيطاوعني من يوم ورايح اجيب بداله 10 من بكره. واو برافو. ويا ترى مين بقى اللي هيورد لك العمال الجداد؟ تليقك مع ان اللي انا عارفه ان هو منفضلك بقاله شويه. معلش اعذريه، اصله ما نفضلكيش غير بعد ما امن مستقبله ومستقبل ابنك بفلوس كتير قوي. انت عارف يا محمود ان الكلام ده ما بياكلش معايا. أأكلهولك. ترى بقى الست المحامية لسه بتعرف تقرا ولا أقرالك؟ الورقه دي مزوره. ليه؟ هو أنا سوسن بكسر القوانين زي ما أنا عايز؟ أنا طول عمري عدل وماشي دغري. طليقك رجع لي مصنعي حقي، ودلوقتي هو وابنك في الطيارة ويوصلوا بالسلامة. كلميه. الرقم المطلوب مغلق أو غير متاح. ايه ماليش رقم تاني؟ على مهلك، عندك ابن راح، حافظي على اللي جاي في بطنك. اللي ما رضيتش تعمل اي حاجه بالورق بتاعك ده، خصوصا بقى بعد ما لقيت الفلاشه اللي عليها الفيديو اللي بيثبت ان اكرم يبقى هو احمد جوزها وابو عيالها. انت جاي تستفزني يا محمود وتحرق لي دمي؟ تمام، انا بقى هخلي الرجاله بتاعتي يطلعوا ويجيبوا لي المستندات بتاعتي، ان شاء الله يطربقوا المكتب فوق نفخها ويطلعوا لي بيه. شويه الجراوي اللي انت طلعهم دول انا هسافرتهم لك بالارض، والفيلا بتاعتي هترجعيها لي باسمي، وابني اللي في بطنك مش هتمسيه باي سوء ولا هتنزليه. اتهديت انا بقى بالتهديد الخايب بتاعك ده. انا ما بتكسرش يا محمود، والفيلا دي هتفضل بتاعتي، وابنك ده اللي هو املك الوحيد من الدنيا انا هحصرك عليه زي ما حصرت قلبي على ابني ورحت اتفقت مع عصام وخليته يخطف ابني ويحرمني منه. ابنك اللي صفرته بايدي رجعهولك تاني، بس ده مش هيحصل قبل ابني اللي في بطنك بيبقى بين ايديا. ده انت بتحلم، دي لو انطبقت السما على الارض يا محمود مش هيكون لي عيل منك. انا كنت عارف ان انت مش هتيجي باللين ولا الكلام الطيب. انت اللي جبتيه لنفسك مش بايدي يا بنت الناس. ورا بقى شويه كده الله يواسيك. صح يا ست الحبايب، سلام، انور، رؤية. انتوا ايه اللي انتوا بتعملوه هنا ده؟ امشوا كلكم اطلعوا بره. بسم الله ما شاء الله يا اخويا، ايه الامهه دي كلها؟ هاتي الموبايل ده. ما تديهاش الموبايل. ايه يا حبيبتي مالك؟ اشاعات عشان العيل اللي في بطني. مالكيش دعوه بيا يا زفته انت. زفته؟ تاخديش على خاطرك يا ساحر، العويل يشتم الاصيل. انا برضه اخد على خاطري من ام شرشر ياما. حوده مش ناوي برضه تسميه شرشر يا روحي؟ طبعا. انا هوديكم كلكم في 60 داهيه. الحقوني يا ناس الحقوني. ما تزعقيش ولا اقول لك زعقي، كده كده محدش هيسمعك.
ولو حصل وسمعوها هنقول لهم ده صوت التلفزيون. انت يا حبيبتي هتفضلي قاعده هنا زي النسناس المربوط من الوسط يا حد ما تولدي وتقومي بالسلامه يا حبيبتي. انتوا فاكرين ان انتوا كده هتمنعوني ان انا انزل العيل اللي في بطني ده؟ ده احنا مش هنسيبك ولو لحظه واحده. حتى الحمام هيدخلوا معاكي يساعدوك، وتهاني راحت تجيب الاكل ناويه تطبخ لك بايديها. انتوا كده تبقوا خاطفيني يا محمود، انا كده هحبسكم. انت اللي هتتسجني بتهمه خيانه الامانه، خصوصا بقى بعد ما اخد الورق والشيكات اللي معايا واسلمهم للخصوم بتوع الموكلين بتوعك. اسمعي يا مشرشر، لو مشيتي معايا عدل وبما يرضي الله وحافظتي على اللي في بطنك، كل جلسه عندك محتاجه فيها ورقه من اللي معايا هنزل معاكي بنفس المحكمه واديها لك. قلتي بعقلك وحصل اي حاجه للي في بطنك، يمين بالله ما هسكت الا وانت في السجن. زغلات يا بنت. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.